وخلفة البنات بتجيب العار. قتل مراته عشان خلفت بنت. الجريمة دي حصلت في محافظة الجيزة، تحديدا في مركز أبو النمرس. سارة كان عندها 27 سنة، اتخرجت من كلية إعلام واشتغلت صحفية تحت التدريب. كان عندها طموح إنها تكمل وتوصل للي بتحلم بيه، لكن أمها كانت شايفة غير كده خالص. كانت شايفة إن سنها وصل 27 سنة ولسه ما اتجوزتش. في الوقت ده اتقدم لها حازم. سارة لما قعدت معاه عشان تتعرف عليه ما ارتاحتلوش. كان شخص مش طبيعي كده وكلامه مش موزون. في أول مقابلة رفضته، لكن حازم ما يقسش ورجع تاني. من كتر الزن بتاع أمها عليها اضطرت إن هي توافق وتتجوز حازم. حازم كان مفهمهم إن هو كان كاتب كتابه قبل كده وما حصلش نصيب، مع إن مش دي الحقيقة، بس خلينا نكمل. سارة اتجوزت هي وحازم، وبعد أيام قليلة من الجواز لاحظت عليه تصرفات غريبة. منها وأهمها إنه كان غيور بطريقة لا تطاق. هو الغيرة مطلوبة، ولكن مش للدرجة دي. ممنوع إنك تخرجي، ممنوع تروحي لأهلك، ممنوع حد يتصل بيكي، ممنوع تقفي في البلكونة. تصرفات لا يتحملها البشر. المهم الأمور فضلت بينهم كده لحد ما سارة حملت، واتصدمت من رد فعل جوزها اللي قال لها لو خلفت بنت هتنزليه. خلفة البنات بتجيب العار. كلمة غريبة مش كده؟ يا ترى حازم عرف الكلمة دي منين، ولا هو اتربى عليها؟ هنعرف بعدين. من أول ما حملت وحازم كان بيعاملها أسوأ معاملة، وفي مرة فضل يعتدي عليها بالضرب لحد ما سابت له البيت ومشيت، وراحت عملت له محضر في القسم. فضلت قاعدة عند أهلها لحد ما جه ميعاد الولادة. راحت على المستشفى وهي بتولد بعته لحازم عشان يتكفل بمصاريف بنته، لكنه قال أنا مش هتكفل بمصاريف حد. واتضايق جدا لما عرف إن مراته خلفت بنت. والأغرب لما أم حازم تتصل بيهم وتقول لهم نفس كلام حازم، خلفة البنات بتجيب العار، مع انها مخلفة بنتين اصلا. المهم سارة خرجت من المستشفى وكانت عايزة تتطلق، ولكن الناس لموا الموضوع عشان دلوقتي هي بقى معاها طفلة ومش هينفع بيتها يتخرب. حازم هو كمان راح لها على البيت وحاول ان هو يصالحها وياخدها ويرجع ويفهمهم ان هو خلاص اتغير. ام سارة قالت لحازم انت تاخد شقة جنبنا هنا في نفس الشارع عشان نبقى مطمنين على البنت. والغريبة ان هو وافق. سارة رجعت معاه على البيت هي والطفلة، بس ما كانتش تعرف اللي هو ناوي ليها. في يوم كان تحديدا يوم عيد جوازهم، سارة قالت لحازم انها عامله له مفاجأة في اليوم ده وهتجيب له هدية. سارة نزلت عشان تجيب له الهدية اللي هي قالت له عليها، بس نزلت من غير ما تقول له. طبعا هو عرف حاجة زي كده لما رجع البيت ولقاها قاعدة. كانت قاعدة بقى ومجهزة التورتة والشمع والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. بصلها بقرف وسابها ودخل الأوضة ونام. استغربت من رد فعله وقالت تدخل تشوفه في ايه. لما دخلت قال لها اطلعي بره، مش عايزه اشوفك. المهم حازم ظبط المنبه على الساعه 6 الصبح. ساره كانت نايمه جنبه وصحيت على صوت المنبه وهو عمال يرن. قامت فصلته وكملت نوم تاني، وصحيت على الساعه 9. وعلى فكره هو ده الوقت اللي حصلت فيه الجريمه، كأن ربنا مد في عمرها الثلاث ساعات دول. المهم حازم صحي على الساعه 9 وبص جنبه لقى مراته وبنته. قام من مكانه وراح جاب سكينة وقرب من مراته وفضل يطعن فيها لحد ما ماتت. من كتر القسوة ضربها 18 طعنة. ويا ريت اكتفى بكده وبس، ده وقف قدام البنت وبصلها ومسك رقبتها وعمل فيها حاجة بشعة. فصل راسها عن جسمها. الطفلة الصغيرة اللي ملهاش ذنب في أي حاجة أصلا. بعدها فضل يدور على المحفظة والمفاتيح والموبايل والحاجات دي في الأوضة، يعني كان رايح جاي، وجثة بنته ومراته مرميين قدامه. أنت متخيل؟ بعدها خرج من البيت وما قالش لحد هو رايح فين. بعدها بكام ساعة أم حازم راحت على بيتهم وفضلت تخبط عليهم. لما ملقتش حد رد راحت على بيت سارة، وتقريبا دي كانت أول مرة تزور أم سارة أصلا. فضلت تخبط على الباب لحد ما أم سارة فتحت لها، واتفاجئت لما قالت لها هي سارة عندك؟ قالت لها لأ، سارة في بيتها. اشمعنى؟ قالت لها أصل عمال أخبط عليهم ومفيش حد بيرد. فضلت مصرة إن أم سارة تروح معاها عشان يشوفوا إيه الموضوع. لما وصلوا قدام البيت لقوا عربيات شرطة كتير. ام ساره اتخضت على بنتها وقالت للظابط في ايه يا ابني؟ قال لها اطمني يا حاجه مفيش حاجه. ساره راحت القسم بس عشان تعمل محضر في جوزها. هي ساره كانت مقتوله. الكلام اللي كان الظابط بيقوله لها عشان ما تتصدمش ويجرى لها حاجه. بعد كده لما ام ساره طلعت على القسم عرفت كل حاجه، واتفاجئوا لما لقوا ان حازم قاعد جوه وان هو اللي سلم نفسه اصلا. واثناء التحقيق بقى اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا ان هو كان متجوز قبل كده، ومراته الاولانيه كانت عامله له محضر لانه اعتدى عليها واتحكم عليه 6 شهور غيابي.
مع انه كان مفهمهم ان هو كتب كتابه بس، وبعد كده ما حصلش نصيب. لكن اتفاجئوا ان هو كان متجوز قبل كده، ولما مراته نزلت من غير اذنه فضل يضرب فيها لدرجة انه كان هيموتها، مع ان الجوازة الاولانية ما كملتش اكتر من اسبوع اصلا. واهله لما شافوا كده قرروا ان هم يجوزوه تاني. لما سألوه انت قتلت سارة ليه، قال لهم اولا عشان نزلت من غير علمي، لما نزلت عشان تجيب له هدية لعيد جوازهم، وثانيا عشان جابت لي بنت، وخلفة البنات بتجيب العار. ليه بقى كان عمال يعيد ويزيد في الجملة دي؟ لأن أمه كانت مربياه عليها. كان دايما في دماغه كده إن خلفة البنات بتجيب العار، وإن مراته لو نزلت من غير علمه تبقى رايحة تقابل راجل غريب. هي دي الطباع اللي هو اتربى عليها، لدرجة إنها خلاص بقت جزء منه. لما قال الكلام ده قدام المحكمة طبعا شكوا في قواه العقلية، لأن مفيش واحد عاقل أصلا هيقول كلام زي ده. يعني واحد بيقول لواحد أنت قتلت مراتك ليه؟ بيقول له عشان خلفت لي بنت وعشان نزلت من ورايا. كلام لا يعقل. المهم حولوه على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية عشان يشوفوا هل هو مريض نفسي ولا لأ. ولكن بعد كده عرفوا فعلا إن هو عنده مشاكل نفسية، ولكن مش المشاكل اللي انتم متخيلينها. يعني مش اللي هي ممكن تخلي واحد يقتل وهو مش عارف إن هو بيقتل، زي المايكو لينك أو انفصام الشخصية بيخليك ترتكب الجريمة وانت مش في وعيك. لأ، حازم كان في وعيه وعارف هو بيعمل ايه كويس، وعشان كده حكموا عليه بالإعدام.